أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم مصطلح الأسبوع. مصطلحنا لهذا الأسبوع هو مصطلح الإبادة. تطرقنا في الأسبوع الماضي لمصطلح السهر ووضحنا أنه يعني الإذابة الثقافية والفكرية، وفي هذا الأسبوع سنتطرق على مصطلح الإبادة الذي يعد استمرارا لمصطلح السهر. فإذا كان السهر يعني الإذابة وإحلال الشيء، فالإبادة تعني إنهاءه بشكل كلي. وتعرف الإبادة على أنها ممارسات السلطة المستبدة والدولة الفاشية التي تصل إلى حد المجازر والقتل والإرهاب. ويجب إدراك حقيقة الإبادة الجسدية كونها تمثل التطهير العرقي، وأما الإبادة الثقافية فتعني تجريف العقول ومسح ذاكرة المجتمعات. وهذين المصطلحين تتطلب الكفاءة في رسم الإطار الاصطلاحي والنظري الأولي الذي يلزم لصياغة الحل لهما، فإذا لم يتم وصفهما وتعريفهما بشكل صحيح فقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة، مثل الوقوع ضحية للإبادة الجماعية. فالمجازر التي تكون على أسس ثقافية واجتماعية واقتصادية وجنسية وعرقية ودينية وطائفية وغيرها يتم تعريفها على أنها إبادة جماعية. وظهر مصطلح الإبادة الجماعية عام 1944 على يد المحامي اليهودي رافائيل لامكين، وأساقها بقصد وصف السياسة النازية للقتل المنظم الذي طال اليهود في أوروبا حينها، ولجأ إلى وصفها عبر جمع بين كلمة جينو اليونانية التي تعني السلالة أو العرق أو القبيلة مع كلمة سايد اللاتينية التي تعني القتل. وفي مرافعة القضية الكردية وحل الأمة الديمقراطية، وفي إطار القسم الاصطلاحي والنظري، يعرف القائد عبد الله أوجلال مصطلح الإبادة كما يلي: تهدف الإبادة التي هي بمثابة امتدادا لظاهرة السهر إلى التصفية التامة جسديا وثقافيا للشعوب والأقليات وجميع أنواع الجماعات والمجموعات الدينية والمذهبية والأثنية التي صعب تذليلها بأسلوب السهر، حيث يفضل أحد هذين الأسلوبين حسب ما يتوافق معه الوضع. فترتكب الإبادة الجسدية عموما على المجموعات الثقافية التي هي في منزلة أعلى نسبة للثقافة النخبة الحاكمة، أي نسبة لثقافة الدولة القومية. والمثال النموذجي على ذلك هو الإبادات الجماعية وعمليات التطهير العرقية المرتكبة ضد الثقافة اليهودية والشعب اليهودي. فنظرا لكون اليهود يشكلون الشرائح الأقوى على مدى التاريخ في الميدان الثقافيين المادي والمعنوي، فقد تعرضوا دوما للضربات والإبادات على يد الثقافات المضادة المهيمنة، وطالتهم مرارا عمليات التطهير المسمى بالمذابح المنظمة. أما الإبادات الثقافية التي هي ثاني أسلوب في الإبادة، فغالبا ما ترتكب ضد الشعوب والمجموعات الأثنية والجماعات العقائدية التي هي في وضع واهن ومتخلف مقارنة مع ثقافة الدولة القومية والنخبة الحاكمة. يرام بالإبادة الثقافية التي تعد آلية أساسية إلى التصفية التامة لتلك الشعوب والمجموعات الأثنية والدينية بصهرها ضمن ثقافة ولغة النخبة الحاكمة والدولة القومية، ويسعى إلى القضاء على وجودها بإقحامها في مكبس كافة أنواع المؤسسات الاجتماعية، وعلى رأسها المؤسسات التعليمية. الإبادة الثقافية شكل من أشكال التطهير العرقي الأكثر مخاضا مقارنة مع الإبادة الجسدية، وتمتد على سياق طويل الأمد، والنتائج التي تفرزها أفظع مما تفرزها الإبادة الجسدية. وتعادل أكبر أنواع الفواجع مما قد يشهد شعب أو مجموعة ما، ذلك أن الإرقام عن التخلي عن وجودها وهويتها وعن جميع المقومات الثقافية المادية والمعنوية الكائنة في طبيعة مجتمعها يعادل الصلب الجماهيري الممتد إلى مرحلة طويلة المدى. يستحيل الحديث هنا عن العيش في سبيل القيم الثقافية المعرضة للإبادة
بل ولا يمكن الحديث سوى عن التأويه والأنين، فالألم الأصلي الذي تتسبب به الحداثة الرأسمالية لكل الشعوب والطبقات المسحوقة والمتروكة عاطلة عن العمل بقية تحقيقها ربحها الأعظم، لا ينبع من استغلالها ماديا وحسب، بل وهو ألم يجتره بسبب صلب جميع قيمه الثقافية الأخرى، ذلك أن الاحتضار على الصليب هو الحقيقة التي شهدتها كافة القيم الثقافية المادية والمعنوية الخارجة عن الثقافة الرسمية للدولة القومية، فيما خلا ذلك من أساليب يستحيل تحويل البشرية والبيئة الأكلولوجية إلى مصدر للاستغلال وتعريضها بالتالي للنفاذ. ومن بين الشعوب المعرضة للإبادة الثقافية يتمثل الكرد حالة الشعب الذي يعاني من ويلات هذه الإبادة الثقافية بأكثر أشكالها لفتا للأنظار، فبينما يفرض اشترار الألم على الشعب الكردي ضمن آلية الصلب التي تنصبها الدولة القومية المسيطرة وتسلطها على جميع قيمه الثقافية المادية والمعنوية، فإن موارد القنا التحتية منها والفوقية والإرث المجتمعي بأكمله وعلى رأسها قيم الكدح يعرض للسلب والنهب المكشوفين، ويترك الباقي يواجه المحو والبطالة والعطالة والتفسخ، ويجعله قبيحا ويقحمه في وضع لا يطاق وبمنأى عن النظر إليه، وكأنه لم يبقى سوى طريق واحد أمام الإنسان الكردي: الانصهار في بوتقة الدولة القومية المهيمنة أو التخلي كليا عن قيمه الأساسية، ولا سبيل للحياة فيما عدا ذلك. فيما يبدو أن الإبادة الكردية الثقافية والتي قد تصل بين الحين والآخر حد الإبادة الجسدية تتصدر لائحة الأمثلة الأكثر مأساوية ولفتا للنظر في الإشارة إلى الحقيقة الحداثة الرأسمالية بكل سطوع وجلاء. من هنا نستنتج أن مهما ازدادت هجمات القسوة والإبادة، فالمجتمعات التي تحمي روحها بالحرية ستبقى مستمرة، ومن الواضح أن مهما ازداد القتل العام والقسوة الشديدة من قبل الأنظمة الحاكمة، فإن مقاومة الشعوب والمجتمعات تزداد بالمقابل، وهي التي ستنتصر. إلى هنا نصل لنهاية مصطلحنا لهذا الأسبوع، ونشكركم على حسن المتابعة. دمتم سالمين.